لو انت فاكر ان انا كسوفت وير انجينير بشهاده الكليه وسيرتيفايد داتا اناليست وسيرتيفايد ماشين ليرنينج انجينير هسيب كل ده واقرر اخش التدريس واسيب اي فرصه للفشل او اي فرصه لاي حاجه ممكن تعمل ما اعملهاش، يبقى للاسف انت لسه ما تعرفنيش كويس. طالما تتفرج على الفيديو ده اعرف ان الحجز بتاع اول شهر في البرمجه لاقوى خطه في مصر واقل تكلفه مفتوح دلوقتي. كمل معانا الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل. انا عارف ان مسؤوليه اختيار المسار واختيار الماده مسؤوليه صعبه عليك جدا، وحاسس ان الموضوع اكبر منك، ده غير ان انت كمان حاسس انك انت ممكن تكون اتسرعت لو انت اخترتها في المدرسه، لو انت واحد من الطلاب اللي اختاروا المسار في المدرسه من كام شهر. خليني اطمنك في الناحيتين. الناحيه الاولانيه لو انت اخترت المسار بتاعك بالفعل في المدرسه، فاحب اقول لك انك ما تخافش، ده اصلا مش رسمي ولسه هتختاره مره كمان وممكن تغيره لحد الامتحانات. فاتفرج كويس على كل المسارات اللي انت محتار فيها وما تقفلش دماغك، لسه بدري. لكن لو انت الطالب التاني اللي حاسس ان المسؤوليه اكبر عليه، خليني اقول لك انك ان شاء الله هتطمن جدا لما تتفرج على الفيديو ده، ان انا هخلي لك بعدها مسؤوليه اختيار المسار سهله جدا، انك هتطمن ان طالما في المستوى ده في ماده زي البرمجه، فاختيارك ليها ان شاء الله ان شاء الله هيبقى سهل جدا جدا جدا. فكمل معانا الفيديو اذا كنت انت تانية بكالوريا او حتى اولى، لان النظام مش هيختلف كتير، كل اللي هيختلف بس طريقه الاشتراك والحصص التمهيديه وعدد الحصص وكده، لكن شكل النظام هو مفيش فيديو تاني الاولى بكالوريا. لازم تكمل معانا الفيديو ده لحد الاخر، وهتلاقيني في الاخر بقول لك ايه اختلافاتك عن تانية بكالوريا. خلي بالك كمان احنا بنتكلم على منهج اولى والتانية بكالوريا وازهر، عربي ولغات، كمان لغات بنفس التركيز اللي هعمله مع عربي ولا يبقى موجود في الفيديو ده، بنفس الخطه بنفس كل حاجه تبقى موجوده للغات، بحصص مخصوصه ليهم هم، بلغتهم بمنهجهم بكل حاجه ليهم هم. بس مش هنقول لك والله المصطلحات تنفع للاثنين، فعايزك تركز كويس وتطمن جدا لاخر الفيديو ده. انا عارف انت ممكن تكون شفتنا قبل كده في فيديوهات الكورس التاسيسي او في مراجعات السنه اللي فاتت او في الشرح فعلا اللي احنا شرحنا فيه الترم اللي فات في اولى بكالوريا، او شفتنا من ترشيحات طلاب وطلاب بجد، مش لجان بقى اللي موجوده في الجروبات وقاعدين بيرشحوا اسامي مدرسين كتير وعمرك ما شفت اسمنا هناك. وعشان كده الوصول لينا هيبقى صعب شويه، بتبقى واصل لينا عشان المحتوى بتاعنا بجد الشرح والخطه والنظام. وخلي بالك ده وقت مثالي جدا نذكر فيه المقوله الانجليزيه المشهوره ايزي كام ايزي جو، ودي بالمناسبه مش ليك انت قد ما هي للمدرسين. لما الطالب يجي لك على الصيت واللجان والقصه دي كلها ويخش يكتشف ان النظام مش مناسب له، فهو هيمشي. فيعني انت بالنسبه لك الطالب اللي بيجي ويروح ده مش مفيد، لكن لما يجي لك الطالب عشان نظامك وشرحك مناسب ليه، تضمن اكبر وقت ممكن الطالب فيه معاك، وكمان دفعات السنين اللي جايه هيبقوا جايين لك على ترشيحات الطالب ده. فانا احب ابارك لك جدا لو انت بتتفرج على الفيديو ده، يبقى الحمد لله انت وصلت للنظام الصح، ويبقى انا كمان ابارك لنفسي ان انا وصلت للطالب الصح. قبل ما نبدا في نظام السنه الجديده والخطه وانت مطلوب منك ايه، خليني اقول لك انا كان مطلوب مني ايه عشان يوصل لك الفيديو ده وتبقى قاعد دلوقتي بتتفرج على الخطه الدراسيه الاقوى في مصر للبكالوريا الجديده. اول ما نزلت ماده البرمجه دي قعدت افكر هل دي اكتر مهنه مناسبه ليا، وبعدين كمان بعد كل المذاكره اللي انا ذاكرتها دي وتخصص الكليه والاربع سنين، هل هسيب تخصصي فعلا وابدا بقى في التدريس واشرح للطلاب واحاول اقدم لهم حاجه فعلا مفيده؟ هل ده المجال المناسب ليا؟ وبصراحه دي ما كانتش صعبه قوي، الحمد لله حسيت ان انا ده فعلا مجال قادر اقدم فيه حاجه كويسه وان انا هبقى مرتاح فيه. بس كان عندي سؤال اهم، احنا على فكره مش مطولين قوي في الدنيا، فكل عمل بنعمله في الدنيا فهو في الاول والاخر سنحاسب عليه، والتدريس ده من المهن القليله زيه زي الطب اللي جواه رساله، مش بس مهنه وفلوس وتاخدها تطلع بيها الساحل. لا، احنا مسؤولين عن جيل كامل، مش بس عن سنه دراسيه مهمه جدا في حياته ممكن تحدد مستقبله، واي تقصير مننا هياثر على مستقبل الطالب. مش هي دي بس المشكله الوحيده، احنا كمان مسؤولين عن جيل كامل بنبني للمستقبل. يعني انت طالب ممكن تكون بتحبني او بتحب مدرس تاني او ايا كان، مش هقول لك تاخده قدوه عشان دي مبالغه كبيره، لكن اقول لك انت ممكن تكون تحبه فتقلد بعض التصرفات اللي هو بيعملها بطريقه مباشره او غير مباشره، تبدا تقلدها. فهل انا قادر ابقى في هذا الموضع من المسؤوليه واقدر فعلا اثر على الجيل اللي طالع ده بشكل ايجابي لما تسال قدام ربنا انت عملت ايه للشباب اللي كانت مسؤوليتهم في ايدك دول؟ او الحمد لله انا قدرت اعمل اللي عليا في الماده العلميه وكمان في ان انا اوصل لهم رساله تفيدهم في الحياه وفي الاخره. فده كان سؤال صعب جدا بالنسبه لي، ووالله العظيم والله العظيم الجمله اللي فاتت دي بالاخص هي اكتر جمله مالهاش اي علاقه بالدعايه. انا بتكلم معاك فعلا ده اللي حصل معايا في اول الترم الاولاني اول ما الماده نزلت، والحمد لله لما استقريت ودخلت الترم الثاني وبدانا مع الطلبه فيديو مراجعه في الاول، لان انا ما اعرفش الطلبه كانت عامله ايه في الترم الاول ولازم يبقوا متاسسين كويس عشان يخشوا الترم الثاني، وبدانا فيديوهات وبدانا بمراجعات وبدانا بشرح وبدانا لحد ما الحمد لله شفنا النتائج الكويسه بتاعت الطلبه في الامتحانات العمليه اللي كان ناس كتير قوي مش قادره تجتازها خالص، ولحد اخر يوم واخر عاده للامتحان ما عدوش فيها، والحمد لله طلابنا كانوا بينجحوا ب 80 و90 و100% كتير جدا. ومش بس كده، الاسهل كمان بالنسبه لهم كان الامتحان النظري، لان الامتحان العملي كان فيه شويه اعطال ومشاكل كانت خارجه عن ارادتنا، لكن الامتحان النظري هو اللي انت بتتعلمه فعلا هو اللي بيتم اختبارك عليه. عشان كده السنه دي احنا امتحاناتنا نظري، فالطلاب بتوعنا الحمد لله انا ما اعرفش، انا عن نفسي ما اعرفش واحد نزل عن 85 90% في الامتحان النظري، فالحمد لله كانت رحله موفقه جدا. في نص الرحله دي اكتشفت ان التدريس متوقف على حاجتين، الحاجه الاولانيه الماده العلميه، والحاجه الثانيه هي الدعايه او الماركتنج.
الحمد لله الجزء الاولاني انا كنت ضامنه كويس، الماده العلميه دي اسهل حاجه ممكن اقدر اقدمها لك، الحمد لله اتعلمنا كويس جدا في الكليه، وتعلمنا كمان في الكورسات اللي خدناها بره من ناس اجانب وناس متخصصه جدا في مجالاتها. فيعني الحمد لله عدينا على دكاتره وناس كبيره نقدر نقول لك كمان مش بس كماده علميه، تعرضنا كمان لطرق مختلفه من الشرح من دكاتره كبيره اذا كانوا هنا في مصر او بره، فنقدر ندي لك الخلاصه من كل اللي احنا عدينا عليه ده. ولكن كان في جزء تاني مختلف شويه، هو جزء الدعايه، جزء الماركتنج، جزء الصيت. انا قعدت افكر ايه انسب طريقه للدعايه، طب هنعمل كذا، طب هنعمل كذا، لحد ما اكتشفت نقطه مهمه جدا 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 جدا، اعتقد يغفل عنها البعض اللي لسه بيستعملوا اللجان والقصه دي، ان اهم دعايه بالنسبه لك هي الدعايه اللي مبنيه على شغلك فعلا، الدعايه اللي مربوطه بالماده العلميه فعلا. فانا اكتشفت ان كل حاجه في الاول والاخر بتصب في النظام والماده العلميه، وهي اللي هتشغلك فعلا. لان انا هاجي اقول لك مثال، لو انا معايا عدد طلاب اكس واشتغلت معاهم بنظام قوي جدا جدا جدا، وجابوا اكتر بكتير من درجات باقي الطلاب اللي مع باقي المدرسين، والحمد لله اتبسطوا بالنظام وغيره، فلما تيجي انت طالب السنه الجايه تبص وتختار مدرس، هل هتختار مدرس بشكل الاعلان ولا بشكل الفيديو ولا بالبوستر ولا هتروح تسال واحد من الطلاب القدام اللي انت تعرفهم وتعرف انه جاب مجموع عالي، ولا هتروح تبص على المدرس اللي منزل ان عنده عدد كبير جدا من الطلاب اللي جابوا درجات كويسه في مادته وجابوا مجموع عالي عامه، عشان هو الحمد لله حطيتهم على الخريطه الصح والطريق الصح اللي يخليهم برضه عارفين ان لسه في مواد ثانيه غير مادته، مش مادته بس هي اللي شغاله. فاكتشفت ان في الاول والاخر اهم حاجه الطالب بيرجع لها هي المستوى بتاعك مع الطلاب اللي فاتوا. عشان كده اكتشفنا ان كل ده بيلف ويدور بيرجع في الاخر في الجزء بتاع الماده العلميه. وانا زي ما بقول لك يعني في الاول والاخر محدش بيشتغل لله والوطن، انا يهمني ان يبقى عندي طلاب كتير، ان انا اقدر فعلا احس ان دي شغلانه مناسبه ليا ماديا. يعني انا بقول لك انا يهمني الشغلانه دي بشكل مادي، يهمني ان يبقى عندي طلاب كتير، بس هل هوصل لده بطرق عامله ازاي؟ هل هضحك على الناس؟ هل هجيب لك اسئله سهله واحسسك ان انت تمام مطمن ومستريح ومكمل معايا؟ ولا اهتم فعلا بالطريقه الصح في الدعايه ان انا اوصلك لاعلى مستوى يخلي الطلاب الدفعات الباقيه تغير منك وتقول هو ازاي جاب كده، انا لازم اجيب زيه، فلاقيهم كلهم معايا، فبدل ما كان عندي اكس السنه دي يبقوا 2 اكس السنه اللي بعدها، يبقوا 4 اكس السنه اللي بعدها. عشان كده انت النهارده ان شاء الله هتسمع فيديو خطه بتاعت الاونلاين كامله، وهتلاقيها اقوى خطه ممكن تتطبق على اي نظام في مصر، على اي ماده. اي حد هيمشي بالخطه دي اضمن له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا كان من طلاب او مدرسين نجاح باهر في الماده بتاعته. فيلا بينا نخش يا رجاله في التفاصيل ان شاء الله. النهارده الكلام هيبقى على الاونلاين، هيبقى في يوم تاني عن الكلام في السنتر، وهتلاقيه مش مختلف كتير عن النظامين مع بعض، هو بس هيبقى الفرق ان بدل الحصه الاولانيه بتاعت الشرح هتبقى اونلاين، الحصه الاولانيه في الشرح هتبقى سنتر، والباقي كله هو نفس النظام. نبدا بقى باشتراك الشهر الاولاني. ان شاء الله احنا دلوقتي كده فاتحين اشتراك الشهر الاولاني اللي هو شهر 9، يعني احنا هنبدا في شهر 9. طب مستر انت ليه فاتح الحجز دلوقتي؟ او انا هاخد ايه دلوقتي؟ في الحقيقه انا عايز اقول لك ان اشتراك الشهر الاولاني يعتبر معاك فتح اشتراك شهرين. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي هنقول لك خطه شهر 8 وخطه شهر 9 كمان، لان انا محتاج ان كل الطلاب يكونوا داخلين معايا على نفس المستوى، ما يبقاش في طالب متاسس كويس وطالب مش متاسس. فابدا اشرح لمستوى واكتشف ان قدامي مستوى تاني من الطلبه. فشهر 8 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هينزل فيه حوالي 3 حصص، منهم حصتين مراجعه للعملي اذا كان جزء الويب ال HTML والسي اس اس والجافا وكده، ولو احتاجنا جزء تاني من البايثون برضه هنشرحه معانا. ففي مراجعتين عملي باذن الله هنقسمهم ازاي هتعرف لما نقول لك، وفي مراجعه اخيره هي مراجعه تاسيسيه قويه جدا في المنهج، لكن لما المنهج ينزل مش هنبدا. يعني احنا عملنا لك حصه تاسيسيه اتكلمنا فيها بشكل عام عن ايه المهم وايه اللي لازم تكون عارفه ايا كان المنهج بتاعك عامل ازاي. ينزل بقى المنهج ويقول لك والله احنا محتاجين 1 2 3 في الحاجات التفصيليه نشرحها سوا، وبعد ما كل ده يخلص يبقى موجود على المنصه في شهر 8 ويبقى موجود كده كده على اشتراكك بتاع شهر 9. هتمتحن بقى ان شاء الله وانت داخل شهر 9 على كل ده عشان اتاكد ان كل الطلبه بتوعي على نفس المستوى. انا مش هجبرك تتفرج عليهم، انا هجبرك تبقى عارف المعلومات اللي جوه. فاشوفك بقى هل عرفتهم من فيديو، عرفتهم من بره، عرفتهم من السنه اللي فاتت لو انت كنت معايا، كل ده ما يلزمنيش. اللي يلزمني ان انت تبقى نفس المستوى الطالب اللي اتفرج على الحصص دي، فتخش تمتحن تجتاز الامتحان يتفتح لك بقى باقي حصص شهر 9. دخلنا في شهر 9 النظام بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ احنا هنشرح عادي، يبقى في حصه فيها شرح، مفيش اي حاجه مميزه في الجزء ده، كل المدرسين بيشرحوا. طب بالنسبه للحل، انت الامتحان بتاعك دلوقتي بقى فيه جزء كبير جدا منه مقال، فاحنا محتاجين نحل على كل الافكار وكل المستويات، وبعدين المنهج جديد وما عندناش امتحانات سابقه، فاحنا هنروح نستخدم التقييمات وهنستخدم افكار مختلفه مبنيه على افكاري انا وافكار الكتب الخارجيه، فاحنا محتاجين مجهود اكبر شويه السنه دي للاسف، واحنا الاثنين هنتعب سوا. فده يخلينا تقريبا هنحل 4 مرات، مش مره ولا 2 ولا 3، 4 مرات على كل درس. وده هيحصل ازاي؟ احنا ان شاء الله هناخد حصتنا عادي جدا حصه الشرح. في اخر حصه الشرح هيبقى في جزء اسمه جزء التطبيق. جزء التطبيق ده بنعمل ايه؟ بنطبق سوا على اللي احنا شرحناه، وبنحاول نشوف احنا ازاي بنحل. احنا خلاص شرحنا، انت فهمت مني الشرح، بس ازاي تحل انت لسه ما عرفتهاش. ادي المره الاولى. المره الثانيه هي مره الواجب، هسيب لك يومين تحل فيهم الواجب لوحدك، واتمنى تحله لوحدك، ما تستنانيش لحد ما احله معاك، لاني هنزل لك فيديو فعلا هحل لك فيه الواجب كله من اول سؤال لاخر سؤال، تفهم بقى الافكار، ليه اخترنا دي، ليه ما اخترناش الباقي، واستبعدنا ليه، وحلنا مقال ازاي. كل ده تتفرج عليه. بس انا اتمنى ان انت اليومين اللي موجودين بين حصه الشرح وحصه الحل ترجع لي بس تصحح واجبك او تفهم الحاجات اللي انت كنت سايبها.
المره الثالثه تبقى الكويز اللي قبل الامتحان بتاعك، يعني انت قبل ما تخش الحصه بتاعتك الثالثه هيبقى عندك امتحان كده على الجزء اللي فات، وهيبقى يعني افكاره قريبه من الافكار اللي احنا دربنا عليها سوا، ولكن اسئله مختلفه، مش اللي انت حليته في الواجب هتلاقيه في الامتحان. فبتختبر نفسك لثالث مره، ولازم تجتاز الامتحان ده عشان تخش الحصه اللي بعدها. طب والرابعه يا مستر؟ الرابعه دي هتبقى في الامتحانات الشامله اللي احنا هننزل قبلها مراجعات، وهتبقى بقى شامله على فصل كبير، باب كبير، كذا فصل مع بعض، كذا باب مع بعض، ايا كان، بس هتلاقينا برضو بنرجع لنفس الافكار اللي كانت موجوده في كل درس. فالدرس كده هنبقى حالين عليه 4 مرات ورا بعض لحد ما ثبتنا المعلومه، لان التطبيق اهم بكتير قوي 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 من الشرح. وخلي بالك ان الامتحان الشامل ده ان شاء الله يبقى موجود اونلاين، وهيبقى موجود برده في السناتر اللي احنا شغالين فيها والسناتر الثانيه، عشان لو انت حابب تنزل وتكسر التوتر بتاعك وتكسر تجربه الخوف من اللجنه اللي ممكن تحصل لك لا قدر الله في الامتحان بتاع اخر السنه، تنزل وتمتحن وبوقت وبمراقبين وهكذا، يبقى موجود اونلاين وهيبقى موجود باذن الله كمان اوفلاين. طب احنا كده عندنا نقطتين كمان ما اتكلمناش فيهم، احنا هنتعامل ازاي مع المنهج الجديد؟ ولا يبقى في كتاب ولا هنعمل المنهج الجديد؟ انت لسه قايل ان المنهج الجديد، يعني شوف احنا بنكلمك يوم كام؟ احنا بنكلمك واحنا 4/8 والمنهج لسه ما نزلش، وان شاء الله هنبدا 1/9. فقول المنهج هينزل في نص 8 مثلا، ان خلال اسبوعين هعمل لك كتاب كامل فيه كل افكار الشرح، وكمان كل الافكار اللي انا عايزك تحل عليها، اذا كان مقالي او اختياري او غيره. يعني بصراحه انا اشك ان اي مدرس يقدر يعمل كده لوحده، او حتى بالتيم العلمي اللي معاه، لان في الاول والاخر التيم العلمي عمره ما هيبقى على نفس مستواك انت كمدرس، بالاخص ان الماده جديده، لسه ما اختبرناش المساعدين بتوعنا، لسه ما حطيناهمش تحت اختبارات قويه نتاكد من مدى كفاءتهم بالنسبه للمستوى اللي احنا عايزين نقدمه. فاختيار الكتاب الخارجي هيبقى اختيار وارد جدا، احنا مش مهتمين بالكام جنيه اللي هيجوا لنا زياده من ان احنا نعمل كتاب، فاحنا بس هنعمل ملازم عشان يبقى فيها طريقه شرح بتاعتنا احنا، يعني تكون بتسمع الشرح بتاعي ولما تيجي تراجعه يبقى هتراجعه من ملزمه مكتوب فيها الشرح بنفس طريقتي، عشان ما تلاقيش في حاجه متغيره. لكن الاسئله لو في كتاب خارجي قوي فعلا بعد ما ندرسه كويس هنشتغل منه. طب لو ما لقيناش هنحط لك الشرح في الملزمه وبعدها عدد معين من الصفحات في كل الاسئله اللي احنا عايزين نحطها، بس هنمشي معاك حصه بحصه، لان التحضير اكبر من كده يبقى انا بنصب عليك. اذا كنت انا او اي مدرس لاي ماده محتوى جديد، مستحيل حد يلحق يعمل كتاب في اسبوعين، يبقى كتاب بقى ترم ولا كتاب سنه، مفيش مستحيل. طيب نظام المتابعه بقى، هو انا هتابع مع المستر ازاي؟ احنا لو وقفت قدامنا حاجه، طب احنا موجودين اونلاين، طب ازاي نتواصل مع المستر؟ عندنا في حاجتين، الحاجه الاولانيه هو الدعم العلمي. الدعم العلمي على رقم الواتساب اللي انتوا خلاص كلكم بقيتوا عارفينه، تقدر تبعت له اي سؤال بقى واقف قدامك، اي فكره انت مش فاهمها، عندك مشكله مع الماده عامه، حتى تقدر تتواصل معاه انك بتفكر تختار المسار ولا لا من دلوقتي. فالرقم موجود، هكتبه لكم هنا، هتلاقوه في اللينك بتاع البايو، هتلاقيه في كل حته. فده الجزء الاولاني بتاع الدعم العلمي. طب مستر انا واقف معايا سؤال والاسيستنتس ما حسيتش ان انا فاهم منهم كويس، هم الشباب كلهم على مستوى عالي، بس انا مش حاسس ان انا فهمت، قول لهم لو سمحتوا ممكن المستر يشرح لي الجزئيه دي، هم هيبعتوا لي وهيتوصل لكم ريكورد بصوتي انا شخصيا، انا هحل معاكم واتواصل معاكم. طب بقى الانتر اكشن اللي ما بيننا، التواصل اللي ما بيننا ده على باقي السنه، بان احنا مفيش سنتر، مفيش حاجه تجمعنا، ان شاء الله يبقى في كل فتره في لايفات، نقدر بقى نفتح سوا كده ونتكلم سوا، مش لازم كمان في المنهج، نقعد نتكلم، اطمن عليكم وتطمنوا عليا، تبقى كل فترات معينه نتفق عليها مع بعض. طيب في سؤال مهم جدا، انا ليه احجز دلوقتي؟ وانا تعمدت اجاوب السؤال ده بعد ما اشرح لك قصه المتابعه. يعني شوف احنا ان شاء الله يبقى في دعم علمي وانا هتواصل معاك، وفي لايفات بحاول اخد فيها كل الاسئله اللي عندنا، فهل هتستقبل عدد كبير قوي من الطلبه انا ما اقدرش استحمله لا انا ولا المساعدين بتوعي، وفي اول سنه واضر شغلي بقى، وقلت لك ان الدعايه، انا قاعد بقول لك ان الدعايه هي شغلنا والدعايه هي مستوانا، فاقبل عدد اكبر من اللي انا استحمله؟ يعني ما اعتقدش ان ده حتى منطقي لاي حد يقدر، يعني كل الناس بتيجي عند مرحله معينه وبيقفلوا العدد. في مشكله اكبر ان احنا عندنا ابلكيشن، هو سيرفرات بتحمل عدد معين من الطلبه، فانا مش مضطر اقبل عدد كبير من الطلبه يخلي الابلكيشن بيقع كل فتره، فانا في الاول والاخر هقبل عدد معين من الطلبه، هو عدد مش صغير عشان ما ابقاش بضحك عليك، انا واثق ان احنا هنوصل له في اقرب وقت. فعشان كده الحجز دلوقتي مهم جدا بالنسبه لك، وعشان كده كمان وعشان نقلل المصاريف احنا مش شغالين دلوقتي بنظام الحصه، احنا في ثانيه بكالوريا شغالين بنظام الشهر، هتلاقي الشهر بتاعك بثمان حصه ونص بالكتير قوي، بحيث ان احنا نضمن ان شاء الله ان انت تلتزم فعلا شهر كامل، مش حصه بحصه وتقعد تراكم، وان احنا كمان نقلل من عليك التكاليف خالص. طلاب ثانيه بكالوريا طالما وصلت لحد هنا فانت تقريبا الفيديو بالنسبه لك خلص، لو انت بقيت مطمن خلاص وحسيت ان البرمجه هي المسار المناسب بالنسبه لك، عشان تشترك معانا تكتب كلمه الطارئ في الكومنتات، او هتبعتها لنا على واتساب من خلال اي طريقه، اذا كان بقى اللينك اللي موجود في البايو او في لينك هيظهر لك هنا تقدر تبعت لنا عليه على طول، واحنا هنتواصل معاك بكل تفاصيل الاشتراك للخطه الاقوى في مصر اللي موجوده باقل تكلفه. بالنسبه بقى لطلاب اولى بكالوريا، لو انت طالب في اولى بكالوريا فانت اكيد واحد من الاثنين اللي انا هكلمك عليهم دول، اما الطالب الاولاني اللي حسيت فعلا البرمجه دي اختيار مناسب من بعد ما عديت ثالثه اعدادي وانت شايف الناس كلها بتتكلم ان هي المستقبل، وعايز تبقى داخل ثانيه ثانوي وانت البرمجه دي بالنسبه لك في الجيب، وكمان تكون مستريح منها في اولى، فانت ان شاء الله عايز تبقى معانا بنظام نفس اللي احنا قلناه. الثانيه بكالوريا ده من متابعه واسئله وامتحانات وكل حاجه، الفرق الوحيد ما بينك وما بينهم ان انت ما عندكش كورس تاسيسي 4 حصص، الكورس التاسيسي بتاعك هو حصه واحده بس موجوده على اليوتيوب دلوقتي، تتفرج عليه ومش هتحتاج اي حاجه غير لما نبدا ان شاء الله في شهر 9. انت الاشتراك بتاعك هيبقى بالترم كامل وبتكلفه بقى، يعني دي تكلفه مجنونه، رقم بجد انت مش هتصدقه، ترم كامل رقم معين
شاء الله ان شاء الله يبقى بالنسبه لك الموضوع اريح. لو انت بقى الطالب التاني اللي عايز يكبر دماغه وعارف ان البرمجه دي مش له، هو مش عايز يصرف عليها وقت ومجهود والقصه دي كلها، فاحنا هننزل المراجعات كل فتره على اليوتيوب قبل التقييمات وقبل الامتحان بتاعك اذا كان نظري او عملي. ساعتها بقى تبقى قادر تبصمج بقى والحاجات اللي انت بتحبها دي. بس والله العظيم اللي عملوا كده السنه اللي فاتت منهم ناس عادت فعلا، وكلهم طبعا داخلين تانية مش متاسسين ومش فاكرين كويس اللي هم خدوه. فده متوقف انت انهي طالب من الاثنين وعايز البرمجه بالنسبه لك تبقى عامله ازاي في اولى. عشان تشترك معانا هتكتب برده كلمه الطارق في الكومنتات، او هتبعتها لنا على واتساب من خلال اي طريقه، اذا كان بقى اللينك اللي موجود في البايو او في لينك هيظهر لك هنا تقدر تبعت لنا عليه على طول، وهنبعت لك كل تفاصيل حجز الترم الاولاني باقوى خطه واقل تكلفه في مصر.